السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسوش الدعوة الحلوة منكم ويا أم بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمتنا جميعا يا رب العالمين. هتشوفوا الجمال وتشوفوا العظمة وتشوفوا بقى الحلاوة اللي على إيه؟ على حق. طبعا ما كنتش بصراحة كل مرة أقول لكم كنتش ناوية إن أنا أصور، كنتش ناوية إن أنا إيه آدم؟ أصور. بس ادم قال لي صوري يا ماما عشان توريهم الفراخ المحشيه رز. الفراخ اللي محشيه ده رز، مش فراخ محشيه، ده رز بشعريه. تمام. تعالوا بقى اوريكم العظمه بقى، اوريكم الجمال والطعامه والبصوا كل حاجه حلوه. اللهم صل على النبي. الفراخ دي تحفه بلدي، حشيها رز بقى كده وعاملاها بقى في الكياس الحراري، حاجه كده تحفه. هوريها لكم دلوقتي بقى وتشوفوا طعامتها عن قرب وعن جمالها. وعملنا شويه بسله بقى معاكم كده برضو على السريع. بصوا الطعامه، بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بسله بقى، شويه بسله عسل، شويه بسله عسل 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 عسل. بصوا التحفه، بصوا التحفه والجمال يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. حاجه فاخر من الاخر. تعالوا خشوا معايا على الطعام، على الكلام اللي بجد. فراخ المحشيه رز. شايفين 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 الجمال، شايفين الحلاوه. بصوا 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 بصوا، يا سخنه مولعه. لازم شوكتين كده عشان نفتح الجمال والحلاوه دي. شايفين يا جماعه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الرز. بص الرز. ادم اللي هيدوق طبعا، اول واحد ادم هيدوق. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، خد يا اندومي دوق وقول رايك. بسم الله. برافو انك قلت بسم الله. حاجة ايه رأيك؟ خطيرة. خطيره. هندوق احنا بقى. شوفوا الجمال، بصوا اللحمه، بصوا بصوا الورك اصلا عامل ازاي. شايفين؟ شايفين الطعام؟ مش عايزه اقول لكم، اقسم بالله ما عايزه اقول لكم على الطعامه والجمال. عايزه كده بصوا اطلع، بصوا ورك كده، بصوا بصوا المنظر، بصوا تحفه تحفه. دوق يا اندوني، خلي بالك عشان سخنه. ايه سخنه، خلي بالك. ايه الحلاوه دي، ايه العظمه دي، ايه العظمه دي. شايفين؟ شايفين؟ عظمه. شويه رز كبد. ايه رايك؟ حلو. فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، فاخر من الاخر، فاخر كده من الاخر يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الفراخ المحشيه. لو ما كانتش سخنه كنت همسك لكم بقى الفرخه، بصوا تتكلم عن نفسها. شايفين الطعام؟ الله اكبر الله اكبر. عارفين؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. نحط الاول كده حته بقى سمنه بلدي على بصل بقى ضرباه في الكبه، ونعمل بقى ايه الرز بقى اللي بالكبد للفراخ زي بتاع الحمام بالظبط. طبعا دي كبد الفراخ مع القوانص مع القلب، قطعتهم كده حتت صغيره، شويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه شطه، هو بس كده. وفرختين بقى كده شامورت حلوين متنضفين ومتظبطين، وعاملاهم مفرغاهم ما بين الجلد كده، موصله من الرقبه لكله كده عشان احشيها واظبطها. حبه شطه كده يظبطوا الدنيا. حطينا بقى ايه شويه حته معلقه سمنه على شويه زيت، ونزلت بقى بالبصله فرماها في الكبه مع الكبد والقوانص، شويه فلفل وشويه ملح وشويه شطه. حابه تحطي بقى بهارات براحتك بقى، اختياري. انت عايزه بقى تحطي 7 بهارات، تحطي جوز الطيب، تحطي اللي انت عايزاه. بس انا بحب اعمل الحشو بتاع الفراخ والحمام بالشطه كده والملح والفلفل الاسود بس. لكن لو في شويه جوز الطيب بحطهم، مفيش خلاص. اديناهم تشويحه محترمه وعرفنا خلاص ان هم اتشوحوا واتظبطوا. نزلنا بقى بالرز المصري بتاعنا مغسول ومتصفي، ندي تقليبه محترمه وتقليبه حلوه،
ونديهم تشويحه ونزوده ميه مغليه على طول. بس ما تزودهوش التزويده الزياده اللي هو اكنك بتسوي رز، لا، بتديله حبه صغيرين، يعني 3/4 الميه اللي انت هتحطيها للميه اللي العقد بتاعه الاساسي، التزويده الاساسيه، لا هتحطي لها 3/4 ميه سخنه كده مغليه وتحطيه يا دوبك بس تغطيه، بس هم دولت. ومجرد ما يغلي معاكي توطي عليه يستوي براحته، يبقى نص مستوي يعني 80% 70%، اهو تشرب كده اهو وتوطي عليه بقى. تمام كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى حطينا برضو معلقه سمنه ومعلقه بصل من انا فرمه البصل بقى لكله بقى. انا احترت اعمل ايه. العيال قالوا لي ماما احنا يعني خلاص زهقنا من الفراخ مسلوقه ومن الفراخ محمره ومن الفراخ في الفرن، لا احشيها لنا رز وحطها لنا ايه في كيس حراري او في الفرن كده. قلت لهم ماشي. اعمل لكم ايه معاها؟ مش هينفع بقى، ما هي ما فيهاش شوربه. قلت لهم هعمل لكم، هطلع لكم كيس بسله واعمل لكم بسله بقى ايه عسل. مسكت بقى شوحتها بالبصل كده والسمنه والفلفل الاسود والملح، وقطعت عليها كمان بطاطسايه لان انا بفرزها جزر بس وبسله. وقمت جايه ضربه بقى شويه طماطم وحطها واتسبكت بقى وكانت بسله مش عايزه اقول لكم عسل عسل عسل. خلصنا كده اهو البسله والرز اتشرب بقى. ما عملت شويه رز بشعريه طبعا، زهقتكم وصورته معاكم كتير جدا. نيجي بقى هنا بقى نمسك الرز بقى، الصينيه الواسعه دي بتاعتي اللي انا بحبها، بحب اعمل عليها كل حاجه، تبقى واسعه كده وبتديني براح. بصوا انا مفرغه الجلد ازاي وعامله ما بين اللحم والجلد، هحشيه كله. الرز سخن طبعا، بس بقى ايه بساعد بقى بالمعلقه. بسم الله ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم الفراخ طلعت عسل ومسكره وجميله. انا كنت بجيب الاصغر من دي كمان. امسكي بقى كتفي كده عشان مفيش حاجه تطلع، وتكتفيها كده يبقى منظرها حلو. وامسكي بقى الرقبه احشيها، انا قاطعه الرقبه بتاعتها من جوه وسايبه بس ايه الجلد بتاعها حلو كده تحشيه، تدي برضو طعم ومنظر بقى في الفرخه يا سيدي. مش عايزه اقولك، مش عايزه اقولك، وانا واقفه انا وادم بقى عمالين ندوق بقى وناكل بقى. بصوا فرخه منظرها عامل ازاي. دي تقريبا وزنها 1.5 كيلو او 1.4 كيلو. تغيير كنت بعمله الاول بصراحه، زمان كنت اجيب الشامورت الصغير دي وكنت احشيها واجيب بعدد ولادي كل واحده فرخه كده على قدهم، اللي ياكل منها ياكل واللي يبقى منه يبقى. بس بصراحه لقيتها المره دي كبيره. انا كنت بحب اجيب الشامورت اللي لسه صغنن بقى كده، ما يجيش كيلو الا ربع حتى ولا كيلو، وكنت بظبطهم واحشيهم واخليها ايه. بس المره دي بقى الفراخ كبيره بصراحه، قلت مش مشكله برضو هنحشيها ونعملها برضو. طبعا ظبطت خدت الرز بقى وحاجه كده فاخر من الاخر. كل ده ادم واقف جنبي. ادم بيحب يقف معايا في المطبخ، يحب كده ايه يقف يشوفني انا بعمل ايه، إيه يناولني اساعدك يا ماما دوقيني يا ماما كده. هنعمل لها بقى خلطه بقى نعملها بيها من بره، حاجه كده تحفه. شويه بصل باقيين في الكبه قلت ارميهم، لا حطيت عليهم معلقتين مستردة، معلقتين كاتشب، هنحط بقى معلقتين بقى صيا صوص بقى من بتوع الشوي، وهقول نحط معلقه صلصه، ومعايا بقى المايونيز ده بقى فيه معلقه كده ولا اقل، احطه كله معلقه واحده كده اللي لقيتها موجوده فيه، واحط شويه ميه دافيين، هجيبهم بالبرطمان كده واديها تقليبه حلوه مع شويه فلفل اسود وشويه ملح. مش هنحط شطه بقى لان الرز فيه شطه وكان مشطشط بصراحه، دقته وانا بعمله بسويه وانا بعمله لقيته مشطشط، قلت لا كفايه. نيجي بقى ننزل بكل التتبيله دي عليهم يا سيدي بقى. مش عايزه اقول لكم التتبيله دي ودت الفراخ في مكان تاني خالص، فوق فوق فوق. ونجيب كيس حراري بقى ونظبطهم كده. طبعا احنا كلنا بسم الله ما شاء الله بنبقى واقفين في مطبخنا ايدينا نظيفه، عشان ما حدش يطلع لي يقول لي ياعو ايه ده ومش لابسه قلافزي ليه ولا لابسه جوانتي ليه. لا، انا بعمل في بيتي. انت نفسك ما بتقفيش في بيتك تلبسي جوانتي في ايدك ولا تلبسي قلافزي في ايدك، بتشتغلي كده عادي بطبيعتك، طالما ايدي نظيفه والحمد لله خلاص. ندخل بقى كل الخلطه دي فيه بقى ونحطهم في كيس، في الكيس كده، وننزل عليهم بقى بكله، يلا انزل. ونقوم رابطين الكيسه بقى وجايبين صينيه وحاطينها في قلب الصينيه. يعني بص كيسه بسم الله ما شاء الله كبيره، يعني كنت جايباها تاخد دكر بط كده ولا دي كرومي، فدخلنا بقى بالفرختين. خرمي بقى الكيسه من عند الزعبين او الناحيتين، خرم خرم وخرم عشان ما يتنفخش ويفرقع ويدي تهويه كمان مش سوا. نجيب بقى ميه مغليه ونحطها في ارضيه الصينيه، يا دوبك كده تطول بس الفراخ مش كتير.
هنا بقول بسلم عليكم وبقول